السلام عليكم بنات، واش اخباركم؟ مزيانين هانيين؟ الحمد لله. اليوم ان شاء الله غادي نوجد معكم واحد الدجاجه بالتغميره على حقها وطريقها. اول حاجه البنات، انا عندي دائما كنكون دايره الدجاج في الكونجيلاتور. راكم عارفين على شي مره ضياف الغفله ولا شي حاجه بدا كتكون واجده، كندير هكا في بلاستيكه، كنحيدها منها، كنرميها مباشره في الكوكوط فين غادي طيب. غادي نجيب البصله ديالي قياس واحد الكيلو تقريبا ديال البصله. بالنسبه للبصله البنات اختياريه، الا بغيتو الدغميره بزاف كتكثروا البصله كديروا كيلو، ما بغيتوش هي الدغميره بزاف كديروا غير شي جوج حبات، يعني قياس نص كيلو ديال البصله. انا قررتها هكا وغادي ندوزها في الهاشوار. صراحه الهاشوار كتبقى عمليه ودغيا دغيا. دابا غادي نجيب الدجاجه ديالي، غادي ندير لها العطريه، غادي ندير التحميره، غادي ندير سكينجبير والابزار والخرقوم وضامه البنه والزعفران. الملون الغذائي اختياري. كنضيف العطريه، كنضيف الزيت قياس واحد نص كاس ديال الزيت النباتيه، غادي ندير ضامه ديال البنه بالنكهه ديال اما ديال الدجاج ولا ديال البقري. غادي نضيف الملون ديالي الغذائي الاختياري، كاين اللي كيبغي يديرو كاين اللي ما كيبغيش. غادي نضيف البصله اللي دوزتها في الهاشوار، وغادي ندير كل شيء يتقلى، وغادي ندير القياس ديال نص لتر ديال الماء، وغادي نسد الكوكوط وغنقص عليها مزيان ونخليها طيب على خاطرها واحد ساعتين ديال المكانه. الا كانت الدجاجه بحال هكا كبيره ساعتين ديال المكانه، وما تجهدوش البوطه باش ما تطرطقش. كانت دجاجه صغيره غير ما بين ساعه ساعه ونص بركه. هنا بعد ما طابت ليا الدجاجه ديالي واحد ساعتين ديال المكانه كما قلت لكم على نار مهيله، غادي نجبدها وغادي نديرها في اللاطه اللي كتدخل الفران، وغادي ندهنها بالزيت. بعد ما خرجت من الفران واحد 20 دقيقه، الفران مشعول من الفوق ومن التحت، هذه هي النتيجه النهائيه. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.